اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وبأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة احنا هنعمل كيكة الخلاط. كيكة كل المكونات في الخلاط. معانا كوباية سكر على كوباية لبن. هننزل بهم في الخلاط على معلقتين سمنة او 3 معالق سمنة، على كوباية الا ربع زيت، على بيضتين 2. طبعا طالما في لبن وبيض يبقى في كيس فانيليا. تمام، هنضرب كل الكلام ده في الخلاط. هنعمل كب كيك. تمام، وصينية كيكة في نفس الوقت اهو. كل المكونات بتاعتنا في الخلاط، ما تستهلكيش مواعين ولا اي حاجة خالص. هننعم طبعا الحاجات دي كلها مع بعض. بعد ما تتضرب هننزل فيها بالبولة بتاعتنا، ونكمل ضرب بالمضرب السلك بتاعنا او المضرب اليدوي. معنا كيس بيكنج باودر واحد بس، على معلقتين كاكاو اسباني اللي هو كاكاو خام. كاكاو خام مش محلى، غير محلى. ومعانا الدقيق. نسمي بسم الله، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويعمل لي لايك، ومتنسوش تشغلوا زر التشغيل، واكتبوا لي كومنت حلو، واعملوها وجربوها وقولوا لي اذا كانت حلوه ولا وحشه. يلا يلا بينا. صلوا على النبي كده، ما تروحوش فين ولا تسرحوا، ما تروحوش ولا شمال ولا يمين، ما تسرحوش. تعالوا كده خليكم معايا. نزلنا بكيس الفانيل البيكنج باودر بعد ما خلطنا الخليط، وهنقسم الخليط ده الى جزئين او نصفين، وهقولكوا ليه دلوقتي. طبعا في المرحله دي مهمه جدا، لازم ننخل الدقيق عشان يخش له فراغات من الهواء عشان يبقى كله سوري معلش، عشان يبقى داخله كده فراغات من الهواء، والدقيق كله يبقى تحسسه ان هو ايه، هايش كده وحلو. انما لو هتحط الدقيق مره واحده هتطلع الكيكه معاكي ملكومه ومش حلو. تمام كده، انا حطيت حوالي 3 كوبايتين. المصفى دي المقدار بتاعها، حطيت كوبايتين من الدقيق. القوام معايا كده بقى حلو. طبعا لازم ندوب جدا عشان اي ما يحصلش فيه اي تكتلات. اهو كده بصي انسيابي وجميل ازاي. هجيب بولة تانية هقسم فيها الجزء ده الى نصفين، وهزود الكاكاو الخام بتاعنا اهو. اتاكدي الاول ما فيش ميه ولا في اي حاجه خالص اهو. بس كده اسمعي، هنسحبها بقى بالاسباتيلا اللي عندك، ويلا بينا نكمل. هنحط الكاكاو الخام. عمال اقول احطه في الطبق ده او في الطبق ده، قررت احطه في الطبق الكبير يعني اهو. هم حوالي معلقتين هنخلهم، وكويس ان خلطهم عشان فيها تكتلات برضو، هتشوفوها برضو. انما دي ما حصلش فيه اي حاجه. بصوا حصل فيها ايه اهو، حبيبات كده. فبالتالي لازم تنخلي الدقيق كويس جدا، او اي حاجه هتحطيها لازم تنخليها. طبعا القوام هيتقل معايا، فهزود لها بس بق ميه كده. انا مش بحط خل ولا اي حاجه، انا بستكفى بالفانيليا بس، وبتطلع معايا حلوه وزي الفل. هي بق ميه بس كده صغنن، عشان لما احنا زودنا الكاكاو فبالتالي هي عامل زي الدقيق، تقلت معانا العجينه. نديها تقلبتين حلوين كده، ونجيب صينيه الكب كيك بتاعنا، والورق ده هنحطه جواها اهو، عشان تطلع معانا بكل سهوله من غير ما تدهنيها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص. هنرص قوالب الكب كيك بتاعنا، ونرجع نحط بقى الخليط. هعمل نص كده ونص كده عشان اولادي بيحبوا اللي بالكاكاو شويه. طبعا انا هاجي احطه بالطبق، فلقيت الطبق واسع جدا، هبهدل الدنيا. فهحطها فهنقلها يعني في كوبايات عشان اقدر اصب على طول. بس كنت هبهدل الدنيا لحقت نفسي على اخر لحظه. هما حلوين قوي 3. نبتدي بقى نصب بالكوبايه احسن. بس كده بصي حاولي ان انت ما تمليش قوالب الكب كيك كتير، يعني هي نصها عشان الكيكه هترتفع معاكي. تمام، عشان انت لو حطيتي كتير. معلش اسفه على الازعاج، جات لي مكالمه قطعت اللاسلكي بيني وبينكم. كده بقى نحط الجزئيه التانية اللي هو الساده.
حرفيا قوالب الكب كيك دي تحفة، اولادك يحبوها جدا. لو عندك اطفال كل واحد هياخد له القطعة هياكلها ويرمي الورقة، مفيش بهدلة مفيش اي حاجة، ولا تقطعي ولا تعملي. بجد بجد حلوة جدا، موفرة، وحاجة حلوة اولادك هيحبوها جدا، بدل ما يروحوا يشتروا حاجة مثلا من بره ما فيهاش غذاء. دي مفيدة وفيها غذاء وحلوة يعني. جميلة جدا على فكرة، جدا جدا مريحة بمعنى اصح. طبعا انا مشغلة الفرن، هحطها على الشبكة. لازم تهز الصينية كده خبطتين تلاتة عشان البتاعة تنزل لتحت، ما يبقاش فيها اي حاجة. طبعا دي الصينية القلب بتاعتنا، دي اصغر صينية، هنحط حبة شمال حبة يمين حبة شمال حبة يمين لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. هتطلع معانا احلى صينية كيك ممكن تاكلوها او تدوقها في حياتكم. السكر بتاعها مظبوط جدا جدا. انا دايما متعودة ان انا بعملها دايما في الخلاط، احط كل حاجة في الخلاط بدل ما تقعدي تضربي بساعتين تلاتة كده بايدك بالمضرب اليدوي او السلك. فدي طبعا سهلة وحلوة، تحطي كل الحاجات كلها في الخلاط المكونات وتضربي وتشتغل على طول بالدقيق بس. بصوا اهو، لازم نهز الصينية كده ونخبطها خبطتين عشان خاطر نتأكد ان نطلع منها بقى فراغات الهوا دي، عشان دي عجينة خلاص. كنت تفرغي الدقيق وانت بتحطيه، انما بعد ما تعمليها كده لازم تخبطيها كده خبطتين عشان الحاجة كلها تخش جوه. تعالي بقى نرسمها رسمة حلوة، رسمة الطاووس. يلا بينا. بصوا بخبطها ازاي، مش قادرة اقول لكم انا خبطتها قد ايه، جيت لها على قفاها كده كذا مرة بالشوكة كده او بخلة عندك. نعمل رسمة الطاووس اهو. بصوا رسمة الطاووس عاملة ازاي، تجيبها بعوجة كده. ديت رسمة الطاووس يا جماعة اهو. بصوا شكلها في الاخر هيبقى جامدة جدا. كده عملنا رسمة الطاووس. طبعا الصينية التانية هتطلع من الفرن، طبعا بتخش على الشبكة على نار متوسطة يا جماعة، تشم ريحتها. بصوا اهي، هنتأكد برضو اذا كانت استوت. هنحط لها الخلة طلعت نضيفة يبقى كده ما فيهاش اي عجينة، لو طلعت متلحوسة وفيها عجينة كده اعرفوا ان هي لسه طرية. الكب كيك بتاعنا الحمد لله طلع وجميل وزي الفل ومتفل 14 مش لازق ولا اي حاجة. بجد بجد يا عيالي يعني بصوا مش قادرة اقول لكم. بصوا سخنة على فكرة جدا، تشيلي الورقة كده على طول. بص اهي، جميلة 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 حرفيا، عايزة اعملها تاني والله مريحة جدا. الواحد ياخد الورقة كده القطعة ياكلها ويرمي الورقة، ولا لحوسة ولا غيره بجد، ولا تقطعي ولا تعملي. عايزة انت بقى تزوقيها، تحطي لها هوت شوكليت، شوكولاتة سايحة، تحطي لها كريم جانتيه، وتحطي لها بقية المكونات اللي بتحط لها على التورتة ديت عادي. ادي الكيكة بتاعتنا برضو طلعت اهي، لونها حلو وشكلها جميل ويفتح النفس وربنا يحسن ما بين ايديكم. بصوا اهي، جد بجد تحفه على فكره، هي سخنه. انا حاولت ان انا اطلع لكم قطعه بس ما عرفتش لان هي لسه سخنه وهتتهري معايا، لازم تبرد تماما. بس عايزه اطلعها وخايفه. اوف لسه سخنه بصوا ايه رايكم، خدتش معايا حاجه خالص، عملتها قبل الفطار بساعه. طبعا هي ما خدتش ساعه، هي خدت اقل من كده بكتير، بس انا عملتها بدري يعني عن الفطار وكده عشان تبرد. يلا اعملوها وجربوها وقولوا له هتعمل ايه.